السلام عليكم حبيباتي، اللي نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب. قبل الوصفة نصلوا كامل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوصفة تاعنا اليوم خفيفة كما راكم تشوفوا، ظريفة بعجينة بزاف اقتصادية وبحشو تاني اقتصادي. هاد كما كنتوا تشوفوا امامكم هاد الخبيزات اللي غادي نديروهم غير في المقله بدون فرن، نطيبوهم غير في المقلاة هكذا. دوك نروحوا هنايا في المكونات نكتشفوا الوصفه مع بعض ونشوفوا كيفيه. هنايا عندنا الفرينه للعجينه، غادي نديروا الفرينه هنايا 3 كيسان تاع الفرينه هكذا. ونديروا لهم هنايا مغرف صغيره تاع الخماره، مغرف صغيره خماره، مغرف صغيره سكر. الكاس اللي استعملتها انا تاع 240 مليلتر، غادي ندير هكذا النصف تاع الكاس اللي استعملته نديره زيت. اللي عندها زيت زيتون دير زيت زيتون، واللي عندها زيت عادي. وهنا نخلطوا مليح هذاك الزيت مع مع المكونات. ونديروا هنايا الملح على حسب الحاجه. وهنا نلموها بالماء يكون دافي شويه هكذا، ونخلطوا مليح حتى تتلم معنا هاد العجينه كما راكم تشوفوا، بدون بيض بدون حليب، بمكونات بسيطه. نعجلوها هنايا قليلا هكا لمده دقيقه ولا هكا باش تتلم لنا مليح هاد العجينه. كما راكم تشوفوا تجي عجينه طريه بزاف خفيفه هكذا. وجدت معنا العجين، نخلوها هنايا ترتاح العجينه تاعنا هكا. الوقت اللي نروحوا نحضروا الحشو تاعنا نخلوها ترتاح. هنا عندنا في الحشو تاعنا عندي هكا البصل، عندي حبه كبيره تاع بصل نقطعها هكا الى هكا دي بتي دي كيما هكا الى شرائح. نقلوهم مليح هذاك البصل. هنا عندي زروديه سكرفشتها كيما هكا، نسكرفجوها بسكرفاج صغير. هنا عندي طماطم قطعتها هكا دي بتي مورسو كيما هكا. ونديرو هنايا الكركم، التوابل تاع الدجاج والفلفل الاسود والملح على حسب الحاجه تاني. نديرو كاع القليل هاد التوابل، نديرو كاع شوي القليل منهم والملح كيما شفتوا. هنا عندي القليل برك تاع بصدر الدجاج هكا قطعته الى قطع صغيره. اللي عندها تاني الكفته تاع الغنمي تاني تستعملها. وهنا طماطم مصبره، درت مغرف هكا حوالي مغرف. ونديروهم كاع يتقلوا كيما شفتوا، تقلوا مع بعض. ضفت لها قليل من الماء حوالي نصف كاس تاع الماء. عندما تقلوا مليح وتجمرت هذيك لافارس تاعنا اللي غادي نستعملوها، هنا غادي نضيف لها كميه هكا تاع فرماج صغيره ونخلطهم مليح حتى يذوب داك الفرماج. ونطفي على ديك لافارس تاعنا راهي واجده. هنا نروحوا لديك العجينه اللي كانت ارتاحت معنا، نقطعوها هنايا مع الاول الى 3 قطع. من بعد كل قطعه نديروها الى 3 قطع باش نشكلوا هنا 3 خبيزات. انا هنايا الوصفه اللي درتها الكميه تجيني 3 تاع الخبيزات هكذا. ونروحوا نشكلوا الخبزه الاولى مع بعض هكذا. المملحه تاعنا خفيفه بسيطه بمكونات بسيطه. والحشو كل واحد والحشو كيما نقول لك دائما اختي، الحشو اللي يكون متوفر عندك. هذه تجي بالبصل والطماطم تاني تجي بنينه بزاف، غير بصل وطماطم. هنا نديروا الحبه الاولى مع بعض هكا، نديروها رقيقه شويه
ما نرقوها بزاف، ما نخشنوها كيما هاد السمك لا كتشوفيه هكذا. ونديرو داك الحشو كاع هكا ساير داير على الخبزه تاعنا. من بعد هكذا الفرماج اللي يكون عندك تستعمليه. انا استعملت هنا شيدار، وكل واحد والنوعيه اللي تكون عندك تاع الفخوماج هكذا. وديري هكا خبيزات للفطور للاطفال تاعنا، سورتو الاطفال يبغوا هكا الاكلات السريعه. هذه تجيهم بزاف، تعجبهم بزاف. يعني متاكده تعجب الاطفالنا كيما عجبت الاطفال هكذا. وزيدي ديري العجينه اللي تكون اللي كنا درناها تاني الزوجه امامكم. نحلوها على حسب الاولى، المقياس يكون كيف كيف هكذا باش تجي الاولى فوق الثانيه بالضبط. هنا نحكموا غير مقلاة نديروا فيها شويه زيت هكذا، ونحطوا فوقها الخبزه الاولى. هنا كما قلت لك اختي العزيزه نطيبوها غير فوق النار بدون فرن. وهنا عندما طابت نقصوا عليها النار تماما. عندما تحمار معنا نروحوا نقلبوا هاد الخبزه تاعنا. وانا كنت ضفت القليل من الزيت كي قلبت الخبزه تاعنا، ما بانتش هنايا كي درت الزيت درت غير القليل تاني كما المره الاولى. وهنا راني نشكل الخبزه الثانيه معكم هكذا. السمك كما راكم تشوفيه. هاد العجينه تجي بزاف بنينه بزاف وخفيفه. هكذا ونديروا الحشو امامكم، حشو بزاف بنين. وندخلوا هكا مرة على مرة الخضروات اللي ما يبغوش ياكلوهم اطفالنا، هكا الكابوية الزرودية كل انواع الخضار تنجمي ديريها هنا في الوصفة. سورتو اللي اطفال تاعها ما ياكلوش الخضار هكا. وندير العجينة الثانية نديرها من الفوق. هنا كنت انايا درت المقياس، كنت وزنتهم درتهم بالضبط. العجينة درتها بنفس المقياس تاع التحتانية والفوقانية كيف كيف هكذا. ديريهم على نفس المقياس باش او نفس الوزن باش تجيك الحبة فوق الثانية بالضبط هكذا. ونبلعوهم. انا ندير شويه في ماء باش يتبلعوا معايا، غير قليل برك من الماء هكذا. ما نكتروش الماء، غير مسحه خفيفه. ونبلعوهم كاع ساير داير. راني درت معكم الخبزه الثانيه كما راكم تشوفوا. نديروا الزيت، وكي نقلبوها تاني نديروا الزيت. والطريقه سهله، ها هي امامكم بالخفت تحضريها لاطفالك. ها هما الخبزات تاعنا حاضرين امامكم، وجاو بزاف خفاف وعجينه صدقوني تجي بزاف هشيشه وطريه بزاف. ها هي الخبزه تاعنا غادي نشوفوها مع بعض. هي مازالت سخونه وتجي بزاف طريه وهشيشه وتجي كانها مورقه. ونتمنى تعجبك هاد الخبزه تاع اليوم او المملحه اللي درتها لكم اليوم. ان شاء الله تفيدك وتديريها في الايام المقبله ان شاء الله. ودايما نفكرك اختي العزيزه بالاشتراك اللي مازال ما اشتركتش في قناتي، بتفعيل الجرس وضغط زر اللايك، وهذا فضلا وليس امرا بطبيعه الحال اختي العزيزه. ونتمنى تعجبك الوصفة تاع اليوم، وإلى اللقاء في وصفة لاحقة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.